السابق أحمد، أهلا بك معنا. أهلا بك أخوي بتال، بصب عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا أحمد. شكرا على التقرير هذا المميز صراحة. تستاهل. أحمد، الاتحاد أو قبل الاتحاد طمني، أنت اليوم تعالج في النادي قالوا، إيش المشكلة؟ إيش الإصابة؟ يلا أنا مستمر الآن في العلاج في فيزيك، أي. عيادة فيزيك. فإن شاء الله الأمور طيبة، يعني مستمر في العلاج والحمد لله. فإن شاء الله إنه إصابة تكون بسيطة بإذن الله. وش المشكلة أحمد؟ طمن جمهورك. والله هي المشكلة تقريبا عندي لها سنة تقريبا، يعني الإصابة هذه. امم فكل فترة بعالج وبتختفي الإصابة وبترجع لي بعد فترة. فالآن يعني أنا بسوي علاج مكثف. أي نعم. فإن شاء الله إنه العلاج يكون أفضل من المرحلة السابقة يعني. طيب أحمد معلش، أنا سمعت أن الإصابة هذه من الموسم الماضي، طب ليش ما عالجتها وأنها كانت تحتاج تدخل جراحي؟ ليش كنت تلعب؟ ممكن يعني الفترة اللي راحت أنا ممكن أنا اللي جازفت إنه أنا شاركت في مباريات كثير، امم وأنا الإصابة هذه عندي موجودة. ممكن يعني تضحية للشعار اللي أنا لابسه. يعني الشعار اللي أنا لابسه يعني الواحد مهما سوى ما راح يوفي هذا الشعار حقه. امم فالآن يعني جاء الوقت المناسب اللي أنا يعني ممكن أهتم في الإصابة. امم أحمد، مو مزعجة الإصابة؟ ما تحتاج تدخل جراحي ها؟ لا لا، إن شاء الله أنها ما تحتاج بإذن الله. إن شاء الله. أحمد، يعني ما شاء الله تبارك الله، يقوا باسكم على قولة المثل، يعني في كل هذه الجراح الاتحادية تنتصرون وتأخذون بطولة. كيف صنعتوا الفرحة والجرح ينزف؟ الاتحاد أخوي بتال، الاتحاد دائما كبير. الاتحاد يعني ولد من رحم المعاناة. دائما الاتحاد يحب الظروف الصعبة، والاتحاد يظهر بوجهه الحقيقي في الظروف الصعبة. نعم. فالحمد لله يعني قدرنا هذا الموسم ان احنا نطلع ببطولة. يعني قاتلنا الموسم هذا يعني وضحينا باشياء مرة كثير. قربنا من بعض، كنا حول بعض. فاعتقد انه هذا الشيء ساعدنا مرة كثير يعني. مم. الحمد لله يعني طلعنا ببطولة غالية جدا. ايش معنى هالموسم؟ ليش ما كان المواسم الماضية؟ يعني ممكن الظروف اخوي بتال، يعني الظروف اختلفت شويه يعني بدايه هذا مم. الموسم. ممكن المواسم يعني الموسم اللي فات ممكن كنا بعيدين، كانت في ظروف، كانت في امور يعني كثيره كانت تخفى على الجميع. لكن مم. الحمد لله يعني الموسم هذا الحمد لله تسهلت امور جدا كثير الحمد لله. ايش اللي كان يخفى على الجميع؟ السر ولا نقدر نعرفه؟ لا هو ممكن اخوي بتال يعني بعد اللاعبين والجهاز الفني عن بعض. مم. كثرة الإصابات ممكن الموسم اللي فات. مم. يعني هذه أشياء يعني كانت مقلقة بالنسبة لنا يعني. جميل. طيب أحمد، النادي يعاني من مشاكل مادية، أزمات تحاصره، عقوبات قاعدة تجي من فيفا، يعني أزمات متلاحقة، ومع ذلك إذا ما شاء الله يعني إذا دخلتوا الملعب ما أشوف أي تأثير عليكم. تلعبون كأنكم أنتم اللي يديركم الجمهور، مو أي أحد آخر، تلعبون للجمهور. شلون قادرين تسوون هاللحمة، تسوون هالفريق اللي كله يعني مولع تحدي؟ والله شوف يعني الظروف اللي مر فيها نادي الاتحاد يعني ظروف جدا صعبة. لكن احنا كلاعبين يعني الظروف هذه يعني احنا ما لنا دخل فيها، لأن احنا مهمتنا الأولى والأهم هي نعم. داخل الملعب. نعم. في رجال برا يعني هذه مسؤوليتهم. احنا كلاعبين يعني لازم تكون مسؤوليتنا الأولى هي داخل الملعب، ما لنا مال المشاكل اللي برا. اعتقد لاعبين الاتحاد يعني تعدوا هذه المرحلة، انه المشاكل اللي برا ممكن تأثر عليهم. نعم. واعتقد هذا الشيء ظهر يعني في البطوله اللي احنا حققناها. برغم مم. الظروف ورغم المشاكل يعني قدرنا انه احنا نعزل انفسنا على هذه الامور هذه اللي صايره كلها. لما تصير هذه الاشياء وتسمعون في الاعلام وتقرون انه خصم 3 نقاط، ايقاف من التسجيل، شكوى جديده، لاعب قاعد يشتكي، لاعب قاعد، انتم تسولفون مع الاداره في هذه الاشياء احمد؟ يعني تجون التمرين تسال الاداره تقول هذا صحيح مو بصحيح؟ بينكم وبين بعض في المعسكرات لعيبه تحكون عن هالسواليف ولا لا؟ والله احنا كلاعبين يعني ما نروح نسال الاداره بكل امانه وبكل صراحه. يعني الاداره امم هم يعني هم بنفسهم
يعني معانا كتاب مفتوح يعني من الاخير، يعني معانا كتاب مفتوح يشرحوا لكم فما يعني ما بيخفون عننا اي شيء. يحطونكم في الصورة. ايوه بيكونوا يعني ايوه حاطيننا في الصوره في كل شيء صراحه يعني عارفين احنا كل شيء بيصير وكل شيء حاصل، لكن بنفس الوقت يعني بيحاولوا انهم يعزلونا عن الامور هذه كلها. فزي ما قلت لك يعني لاعبين الاتحاد تعدوا المرحله، يعني المرحله هذه بشكل كبير. يعني حتى اللاعبين اللي موجودين يعني يعني صرنا احنا كلاعبين احنا نبعد انفسنا عن دي الامور كلها. يعني لا مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الامور هي اللي راح تاثر كمستوى. فالحمد لله بعدنا عنها يعني بشكل كبير. جميل. احمد، المسائل الماديه انه رواتبكم تتاخر، مقدمات بعضكم ما استلم الان، والفريق يعاني من ازمه والنادي بشكل عام. الاداره ايش قاعده تقول لكم؟ شلون تتعذر قدام؟ باي وجه تقابلكم؟ لا والله الاداره ما بتتعذر، بكل صراحه ما بتتعذر، يعني الناس واضحين معنا، ناس صريحين معنا. ايش يقولوا لكم بالضبط؟ خلينا نعرف يعني اسلوبهم في الصراحه هذا، يعني يعطونا الانديه الثانيه درس. ايش يقولوا لكم بالضبط؟ خلاكم تصيرون تشتغلون كذا بدون رواتب؟ اخوي بالتالي يعني الظروف هذه حاصله في جميع الانديه، تاخير رواتب، تاخير عقود، هذا شيء طبيعي يعني في كره القدم. لكن زي ما قلت لك يعني الاداره واضحه وصريحه معانا يعني بكل شيء، يعني ما بتوعد وتكذب او توعد وتخلف. يعني خلاص يعني يعني ما انا ما عندي مشكله، يعني تعال قول لي احمد انه خلاص الموسم الجاي انا راح اعطيك حقك. يعني فعلا يعني الاداره هذه تيجي تقول لك اليوم الفلاني حتاخذ حقك، تاخذ حقك يعني. ويصير بكل امانه بيصير. انا اقول لك انا هذه يعني الاداره هذه واضحه معنا بكل وضوح يعني. طيب احمد، واحنا تفضل. واحنا يعني بالذات احنا اللاعبين يعني ما يحبون الاشخاص اللي يوعدون ويخلفون. يعني يكون صريح معاي، انا اعطيك كل شيء، فلا يعني لا تكذب علي ولا توعدني يعني بشيء ما تملكه. نعم. وبعدين تجي تطالبني تقول لي سوي وافعل. مو اللعيبه ترى احمد لوحدهم، كل الناس ما يحبون اللي يوعد ويخلف. هذا انا اقول لك يعني هي الصراحه اهم من كل شيء يعني. صحيح. طيب احمد، بيكون في مدى لصبر اللاعبين؟ انه يعني في حد حتى للصبر؟ ولا انه فعلا الصدق قاعد يمشيكم بطريقه كويسه؟ لا يعني الظروف اللي حاصله في نادي الاتحاد، تمام، الظروف اللي حاصله في نادي الاتحاد يعني لو انت تحب الشعار وتحب هذا النادي فطبيعي راح تصبر. طيب فجأة احمد الفريق المجموعة الحالية غالي علينا كثير. المجموعة الحالية فجأة الجيل الذهبي، وانت لعبت مع الجيل الذهبي، الناس تحسبك يعني من الأعمدة الأساسية فيه، بس المعروف انك لعبت وانت صغير سن معهم، فانت الحين يعني صرت مخضرم وانت صغير، لعبت مع جيلين. لكن الجيل الحالي فجأة كذا كل الجيل الأول اعتزل وابتعدوا مع بعض، فصار عليكم مسؤولية كبيرة وانتم صغار في السن. ما تحسون انكم فعلا بحاجة إلى قائد من انه بقي من الجيل الأول؟ وكيف قاعدين تدبرون اموركم يعني بهذا الشكل؟ اخوي بالتالي يعني اللاعبين الموجودين يعني حاليا في النادي ما شاء الله تبارك الله لاعبين لهم وزنهم ولهم ثقلهم. طبعا الوقت اللي يعني او الجيل اللي راح يعني احنا ممكن لعبنا في جيل يفوقونا خبره، يفوقونا في مباريات مره كثير. نعم. ف يعني هذا الشيء صعب انك انت الان انك يعني تسيطر على الامور كلها. لكن احنا يعني متكاتفين، احنا بالذات كلاعبين يعني متكاتفين مع بعض، حتى يعني عدنان، فهد الانصاري، فهد القرني، عساف، فهد مولد، يعني كلنا قريبين من بعض يعني وتكون كلمتنا واحده. فصرنا مشتركين يعني في امور مره كثير. يعني مستحيل انه لاعب يتخذ قرار من كيفه ومن نفسه، لا لازم نجتمع احنا كلنا كلاعبين وتكون كلمتنا واحده يعني. والحمد لله يعني دائما كلمتنا كانت واحده وكانت في الطريق الصح يعني الحمد لله. طيب شو الفرق بين المدرب الحالي، ايضا شوف اللحمه ساريه حوله، وبين بتركا؟ انت لعبت مع المدربين، اخر مدربين للاتحاد. انا مدرب من اول يعني فتره جانا فيها، حاول انه يقرب مننا، حاول يكسبنا كلاعبين. احنا يعني اعطيناه مجال انه هو يكون معنا ويكون قريب مننا، هو برضه نفس الشيء اعطانا المجال انه احنا نكون قريبين منه ونشاركه في اراء مره كثير. حتى بيستشيرنا في امور مره كثيره.
لكن الشيء الوحيد اللي ما بيستشير انا فيه صراحه التشكيله يعني. اي. بس الامور الثانيه والامور الفريق في كل شيء يعني كان يعني بيحطنا في الصوره يعني معه. الاتحاد الحالي ممكن يحقق دوري، ما اتكلم عن هالسنه، يعني اتكلم انه بطوله دوري هي اللي بطوله المحك الحقيقي. والله هذا السنه يعني حاولنا بكل ما نقدر اخوي بتال. قاتلنا يعني باقي لنا الفرصه يعني ان شاء الله انه احنا نحقق المركز الثاني. كانت عندنا الفرصه انه احنا نكون منافسين على الدوري، لكن الله ما اراد. ممكن خيره لنا هذا الموسم، لكن ان شاء الله الجيل الحالي هذا باذن الله انه راح يبيض الوجه ان شاء الله. يعني احمد، انا اسجل اعجابي بالجيل الحالي، بالفريق الحالي للاتحاد. الحقيقه يعني يدعس على جراحه، واللي قاعد يصير في النادي شيء يسد النفس يعني للمشجع، فما بالك باللاعب. لكن انتم قادرين انكم توقدون شموع يعني في هذا الليل الطويل في الاتحاد. انتم كلاعبين تسوون اللي عليكم، ايش تطلبون؟ والجمهور قاعد يسوي اللي عليه بصراحه. ايش تطلبون من رجالات الاتحاد؟ ايش تبون منهم بالضبط يعني في ظل هذه الازمه الخانقه؟ اخوي بتال، احنا يعني كلاعبين يعني السر الاساسي لنادي الاتحاد هو روح الاتحاد. هي مفتاح نادي الاتحاد بمعنى صح. الجمهور مهما تكلمت ما راح اوفي حقه، يعني معانا في السراء والضراء. نعم. معانا في كل الظروف يعني مهما يعني سوينا مهما عملنا ما راح نوفي هذا الجمهور حقه. يعني انا باسمي يعني باسم نيابه عن زملاء اللاعبين يعني اتمنى من رجالات نادي الاتحاد عودتهم سريعه للنادي. يعني احنا كلاعبين مهمتنا في الملعب لو باستطاعتنا احنا انه احنا نروح مع الاداره والفيفا ونحل معاهم القضايا، يعني كنا نتمنى هذا الشيء، لكن هذا الشيء مو بيدنا. نتمنى ان رموز الاتحاد، يعني الاداره هذه ما يعني مو جالسه تقصر، بتعمل على اكمل وجه، لكن الاتحاد له رموز، فنحتاج هذا الرموز، هذول الرموز انهم يكونون قريبين مننا، قريبين من النادي، لانه النادي هذا اكثر وقت يعني يحتاجهم فيه. فنتمنى انه يكونون قريبين ويرجعون باسرع وقت. نعم، اتمنى لك التوفيق احمد، واتمنى الاتحاد التوفيق. انتم تسجلون قصه كفاح قويه لاعبين الاتحاد هالموسم اللي قاعدين تسوونه. ارجو لكم التوفيق في قادم الايام. شكرا جزيلا القائد